السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جالي تليفون ما كانش على البال ولا على الخاطر يا ام مهاب، عايزينك تعملي لنا تورتايه. فقلت اشارككم معايا وانا بعملها، وبجد كانت حلوه جدا ما شاء الله، وقرفتها تحفه. اللهم بارك، بالف هنا وشفا لاصحابها، وكل سنه وانت طيب يا ادهم. ويلا نشوف هنعملها ازاي. معلقه جيلاتين بودر كبيره مدوباها بحوالي ربع كوبايه ميه، اهم حاجه الميه تكون دافيه. هضيف معاه حوالي ربع كوبايه ميه متلجه، وهديله خفقه كده الاول عشان بس اتاكد ان هو داب كويس وما يبقاش عامل حبيبات. بعد ما يطلع رغاوي كده، معايا ربع كريم شانتيه خام، عليه نص كوبايه سكر بودر، بسم الله، وكوبايتين ميه متلجه. اهم حاجه لازم الميه تبقى متلجه وفيها قطع تلج. بسم الله، وهخفقهم. هفتح كده عليه واقلبه علشان الجيلاتين بيبقى في الارضيه تحت. السبونج طبعا لازم نجهزه قبلها ب 24 ساعه. بسم الله، انا عامله القطاع على اصغر حاجه تقريبا رقم 9. كده اول طبقه، شايفين اللهم بارك الاسبونج حلو جدا. هخربشها كده بس من تحت شويه علشان الناشف ده يطلع. هضيف شويه كريم شانتيه كده علشان بس اثبت التورتايه. بسم الله، طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده كتير، بس قلت وانا بجهز اوردر النهارده كده ايه اشارككم معايا واتسلى معاكم. انا هعملها نص ونص، هحدد بس كده علشان ما اتلخبطش. في النص اللي هو هيبقى شوكولاته، هسقي الكيكه بتاعته بسيرب خفيف. بسم الله. اما النص هيبقى فانيليا. فمعايا صوص مانجا عبارة عن كوبايتين عصير مانجا، حوالي 5 معالق سكر، معلقة نشا كبيرة. دوب النشا الأول بالسكر على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار، وهنضيف عليه حوالي معلقة زيت كبيرة كده علشان بس يلمع، يديله لمعة. هبدأ أضيف الكريم شانتيه. أضيف هنا شوية صوص مانجا تاني بسيط بس كده للتطعيم، وهضيف هنا جناش شوكولاتة. بصوا معايا كريز من اللي هو بيبقى كده، هو بيبقى مدور ده، بصوا بيبقى بالشكل ده كده، اللي هو كريز الحلويات ده. انا كنت مجهزه شويه متقطعين، هبدا اضيفه. هجلس كده اول طبقه. كده جلست اول طبقه، عشان في الفريزر ربع ساعه تمسك نفسها، وبعد كده نكمل.
كده بعد ربع ساعة هديها بقى الطبقة التانية. خلصت اول نص، هعمل النص التاني. هدخلها ربع ساعة في الفريزر. طلعتها بعد ما اتشمعت ربع ساعة. اسمي الله كده وابدأ ازينها. دي بقى هدخلها التلاجة علشان اقدر اكمل بقية التزيين. وبكده بقى خلصت معاكم وصفة النهاردة، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الفكرة بتاعتي متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.